المتسع اللي كل يوم كان بيطلع له نبتة جديدة، أدت بالأمة إلى أن تصبح الخلافة مركزية ورمزية، وتكون الشعوب في واد آخر. الخلافة كانت تحكم في العاصمة وما حولها وتدير قواد الجند، تعين قواد الجند، لكن الدولة كان يديرها العلماء، الأمة كان يفتي لها العلماء، الحلال والحرام كان يحدده العلماء، اللي يتعمل في الزكاة واللي ما يتعملش، اللي يتعمل في الأموال ما يتعملش، كان يحدده العلماء. سقي الأنهار اللي هو تنظيم الري، سقي الأنهار يحدده الفقه والعلماء. فالسلطة السياسية كانت سلطة قابضة تحفظ الدولة وتصون حدودها وتحارب أعداءها وتغزو أحيانا إذا تيسر لها الغزو لمواجهة أعداء الإسلام اللي يعتدوا على حدود الدولة الإسلامية. لكن العمل الإسلامي اليومي كان يقوم به في الأمة العلماء، كان يقوم به في الأمة الفقهاء، كان يقوم به في الأمة مفسرو القرآن وعلماء الحديث والفقهاء في الفروع، فقهاء الحلال والحرام. وده اللي احنا بنقول اليوم، ده اللي كان الدكتور الشاوي رحمة الله عليه بيقول عليه، بيقول لابد من فصل الإمامة السياسية عن الإمامة الدينية. الإمامة الدينية هي للعلماء، ما يجيش الحاكم يفتي لي فتوى، ما يجيش الوزير المعين في وزارة ولو كانت وزارة الأوقاف يفتي فتوى. هذا رجل إداري شغلته يدير شؤون الدولة السياسية، والعالم رجل علم شغلته يقرر ما هو جائز وما هو ممنوع شرعا، والأمة تتبع الجائز والممنوع شرعا ولا تخالف الحاكم إذا لم يخالف هو الجائز والممنوع شرعا، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فده الصلة بين الخلافة والمذاهب من جهة والخلافة واتحاد العلماء المسلمين من جهة. نحن نقدم هذه المرجعية التي دعا إليها الشاوي والتي كانت قائمة على مدار التاريخ. على مدار التاريخ كانت في مرجعية إسلامية علمية، عمر ما حاكم جه جنبها. طبعا أحمد بن حنبل سجن وعذب، وأبو حنيفة سجن لأنه لم يتولى القضاء، ومالك ضرب 60 صوت حتى كسر ذراعه الأيسر لأنه رفض أن يفتي بما يريده الحكام. وكان وهو ضربينه، كانوا راكبينه على حمار وجهه إلى ظهر الحمار، ده اللي بيعملوه في شاهد الزور وقتها تشهيرا بشاهد الزور. فكان ينادي أيها الناس من عرفني فقد عرفني، خلاص أنا مالك، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرواية أحدث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على مكره يمين. إنه كانوا الخلفاء بيجيبوا الناس وياخدوا عليهم أيمان إنه يطلق امراته ويعتق رقيقه ويخرج من أمواله إذا نكث البيعة للخليفة اللي جاي لابنه أو أخوه اللي هو عايز يوليه بعده. فأيمان البيعة دي كان بيسموها أيمان البيعة. أيمان البيعة كانت الناس في حرج، فمالك الواحد كان بيحلف على المستقبل، على المستقبل. فمالك أفتى الناس أن هذه الأيمان لا قيمة لها، قال لهم ليس على مكره يمين، وده حديث صحيح ليس على مكره يمين. فلما ضربوه بقى يقولوا للناس كده، فالوالي بعت بسرعة رسالة للخليفة قال له أنت أمرتني بالتشهير بمالك، والآن أصبحت فتواه في المدينة على كل لسان، لأنه في الشارع ماشي بيقول الفتوى. فقال له طب وقف واعتذر إليه وارضيه وبتاع، وحصل كده فعلا. فكل العلماء دول أوذوا في سبيل إيه؟ في سبيل انحيازهم إلى جانب الأمة ضد الحكام الظلمة، في سبيل موقفهم من الحق الذي يمليه عليهم الكتاب والسنة ضد الباطل الذي يحاول بعض ذوي النفوذ والجاه والسلطان أن يفرضوه على الأمة. ده موقف الخلافة والعلماء. عظيم. يعني دكتور محمد سليم العوا، في هذا اللقاء كل شوية مفاجأة، من الخليفة الخامس الذي لم نكن نعرف إلى معاوية الذي حصل على الخلافة بموجب تنازل الخليفة الخامس للخليفة السادس، ثم إلى الأيمان على المستقبل أو ما سميت بأيمان البيعة، وأحاديث الإمام مالك في هذا الشأن. الفصل بين الإمامة السياسية والإمامة الدينية، الدين والدولة، في صحبة دكتور محمد سليم العوا بعد الفاصل.